وأيضا قيامة المسيح كانت لازمة لكي نعرف أننا أيضا سنقوم كما قام هو أيضا. وبولس الرسول اتكلم على الموضوع ده كتير في كورنثوس الأولى 15، وقال لو لم يقم المسيح لكانت ديانتنا باطلة وكنا نحن شهود زور. ولذلك نحن في اليوم الثالث في صلاة الثالث لما نروح بيت في ميت نقرأ فصل عن القيامة لكي نشعر الناس ان الميت بتاعهم هيقوم زي ما المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث، كذلك الميت بتاعهم يقوم، فبنعطيهم عزاء بصلاة الثالث، درس في القيامة. كذلك كانت قيامة السيد المسيح تحقيقا لنبوءات في العهد القديم وتحقيقا لوعود قالها السيد المسيح. قال لهم ابن الإنسان هيسلم لأيدي الخطاة ويجلد ويصلب ويموت ويقبر وفي اليوم الثالث يقوم. وتحقق كلام السيد المسيح وظهر انه صادق فيما قال لهم وفيما وعدهم به، بل انه قال لهم ان الحكاية دي موجودة في الكتب ايضا في العهد القديم في لوقا 24. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا. وبالنسبة لتلميذي عمواس فسر لهما ما قيل عنه في الكتب. عشان كده احنا بنقول في قانون الإيمان وقام من الأموات كما في الكتب، لأن في نبوءات على كده. يكفي من بعضها الرمز اللي موجود في موضوع يونان النبي. المسيح كان لابد أن يقوم يرمم من هدم من أفكار تلاميذه وإيمانهم اللي تضعضعوا وخافوا واختبأوا في العلية. ده لو ما كانش المسيح قام كانت الحكاية انتهت.